بس النهارده وانا في المسرح في البروفه لقيت مراد قاعد بيتفرج عليا وبيسمعني، ما كنتش واخده بالي منه شفت خالص. التليفون. مش ده مراد جميلة يا أمي يا جميلة يا ايوه يا أمي. مامي، ما كانش كده. دلوقتي بقى ذوق وديسنت وشيك قوي في ديكي معاملته. مصيبة. مراد طول عمره ذوق وشيك وديسنت في معاملته. انت بس اللي ما كنتيش واخده بالك منه. هو عارف منين ان انا في المسرح؟ مني انا طبعا، يعني هيكون من مين؟ طبعا كان لازم اعرف لوحدي. انا كنت عايزه اقول لك حاجه. ايه؟ اديها لها. حسام اتصل بيا النهارده. فعلا؟ خير؟ بيشتكي منك كالعاده. والله هاخد بالي وهركز قوي الفتره الجايه يا مامي، وهخليه يقولك عليا احلى كلام. انا مش مصدقه وخايفه احترم. لا ما تقلقيش، ما بيحوقش. انت كويسه يا حبيبتي؟ انا خايفه عليها قوي. انا والدتها. ربنا يخليكم، البيت زي الفل، الحمد لله جت سليمه. اهدوا خالص، استاذنكم بس 10 دقايق على ما نخلص. لا انا مش هقدر اسيبها لوحدها. لا ليه؟ هم 10 دقايق وانا حاجه تكون كنت بس. شكرا يا دكتور. اتفضلي ما تخافيش ان شاء الله خير. انا خايفه عليها قوي يا بنتي. ربنا يستر ربنا يستر. ان شاء الله خير ما تقلقيش، والحمد لله يعني الدكتور طمنا. يعني الجرح ده هيسيب علامه؟ لا ان شاء الله مش هسيب علامه ولا حاجه، وهو كمان الجرح كان مش باين. هو عايز يطمنك كمان، دلوقتي كل الخيطات بقت تجميل. الحمد لله. الحمد لله. انا مش عارفه اقول لك ايه والله، مش عارفه لو ربنا ما كانش بعتك ليا في الوقت ده انا كنت هتصرف ازاي. لا صدقيني انا ما عملتش حاجه، اي حد مكاني كان هيعمل كده. ولو حابه ان انا اكلم اي حد يعني باباها او اي حد. لا انا غطي اختك يا رح. وهو مش عايش في مصر اساسا. طيب مش اي حد تاني يكلمك؟ لا مفيش. كده احسن. احسن ازاي؟